لما تفكر في البرازيل وكرة القدم آخر حاجة ممكن تتخيلها إن هما بيلعبوا على نجيلة صناعية. ولا نيمار كمان الحقيقة كان يتخيل ده. من أول دقيقة في الماتش اتلوى الكاحل ونيمار اتجنن. النجيلة الصناعية عادي جدا في أمريكا، في الأنفال كل الملاعب نجيلة صناعي. لكن في البرازيل في آخر 10 سنين 3 من أكبر الأندية هناك بقت نجيلة صناعي. والحقيقه ان نيمار عمل حمله كبيره على السوشيال ميديا علشان يمنعوا الموضوع ده، لانه شايف انه بيأثر عمر اللعيبه في الملعب. والحقيقه ان الانديه ردت وقالت لا، الموضوع بالنسبه لنا كويس جدا، اولا ارخص، ثانيا اسهل في الصيانه، وكمان مفيش اي دليل ان هو بيؤدي لاصابه اللعيبه او بيأثر عمرهم في الملاعب. بس الحقيقه ان الدراسات اثبتت عكس كده. في الNFL لقوا ان النجيله الصناعيه بتزود الاصابات بنسبه 28%. النجيله الطبيعيه بتبقى طريه، فلما الجزمه بتغرز بتطلع بسهوله اول ما اللاعب يلف، لكن في النجيله الصناعيه بتغرز جامد جدا والقوه كلها بتتحول على الركبه او الكاحل، وهنا بتحصل الاصابات. وعشان كده نيمار رافض يلعب على الارضيه دي تماما. انت بقى بتواجه مشكله لما بتلعب على نجيله صناعيه ولا الكلام ده مش حقيقي؟